مساء الخير متابعين الكرام. النهارده في ناس كتير جدا كانت بعتالي انا قبل كده عملت خلطه ازاي نشيل الزيت اي بقعه. انا عملت لكم اللي هو الخلطه السحريه، وناس كتير قالوا لي اصل احنا حرير، اصل مش عارفه ايه حاجات كده. بصوا حبايب قلبي، التجربه خير دليل. اوكي، انا ايه، بصوا عشان اوريكم ان انا دايما بستخدمها. انا خلاص قربت تخلص من عندي اهي. بتبقى عباره عن الصابون بتاع المواعين، بس لازم يبقى شفاف كده، يعني لازم يبقى شفاف لونه مثلا اصفر كده. حطيت عليه رحت الصيدليه جبت ازازه اكسجين اللي هو بتاع الجروح، وحطيت البطل بتاعنا اللي هي البيكنج باودر، ورحت جبت لتر حطيت عليه المكونات دي كلها. وبصوا اهو انا بستخدمه، يعني ده من قديم الازل. الخلطه دي ما شاء الله جباره وحلوه جدا 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 جدا، وهعملها لكم تاني اهو. بس ايه، عندي حاجات مبقعه. يلا بينا يلا بينا. طبعا ده المفرش اللي احنا بناكل عليه اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبص على البقعه بتاعته اهي، ادي البقعه اهي، بصوا بقعه اهي، بقعه اهي، ادي بقعه وادي تاني بقعه. هروح جايه على البقعتين اهو، هو بس عشان لونه اوف وايت اهو. ادي بقعه وادي بقعه، ده مطرح ما كنا بناكل اهو. بروح جايبه عندي الخلطه بتاعتي الجميله ديت اهي، واروح حطها عليها كده، وعلى التانية برضو كده اهو اهو، وهدعكها بايدي كده اهو اهو. ادي البقعه ديت وادي البقعه التانية اهي اهي. بصوا ما بتاخدش ثواني، ولو البقعه كبيره سيبيها مثلا قيمه مثلا 5 دقايق، او حطيها في الغساله، يعني اعمليها كده وحطيها في الغساله هتلاقيها نطفت اهي. مطرح البقعه بتاعتي وبعدين هشطفها، انا بس بوريكم بس اهو. اهي بصوا ما بقاش فيه اثر للبقعه، وبقى كله زي بعضه اهو. بصوا بقى كله زي بعضه اهو، مفيش اي بقعه خالص. ده مفرش حرير للناس اللي بتقول اصل انا عندي بلوزه حرير او فستان حرير او وات ايفر اللي عندك ايه اهو، حرير اهو. عندي الطرحه بتاعتي برضو اهي، برضو وانا باكل بصوا اهي، يمكن باينه اهي. ادي بقعه وادي بقعه وادي بقعه وادي بقعه. برضو هحط عليها الخلطه بتاعتي اهو اهو، هدعكها كده اهو، هي ما بتاخدش ثواني اهو. وبرضو في نفس الميه اهو اهو. بصوا زي الفل اهي، ما بقاش فيها اي بقعه خالص اهو. بصوا اهي ما بقاش فيها اي بقعه خالص اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، دي مطرح الميه اهو اهو. بصوا مطرح ما كنت باكل وانا قاعده اتبقعت زيت سمنه بقى وات ايفر بقى الاكل اللي انا كنت باكله عمل. وطبعا ادي المرياله بتاعتي اللي هي يا عيني شقيانه معايا، بقع زيت بقى بقع صلصه اهي، نفس الحكايه برضو هجربها معاكم اهو. ادي بقعه اهي، معرفش دي بقى بقعه صلصه ولا ايه، ودي بقعه زيت اهي. برضو هحط عليها برضو الخلطه بتاعتي اهو
هبتدي اهو، وهبتدي ادعكها كده اهو اهو. بصوا شايفين بقت زي الفل اهي، لا سحر ولا شعوذه اهي، من قبل حتى ما احطها في الميه اهو. بصوا اهو، بصوا بقت زي الفل معايا اهي. بصوا اهي، ودي بقى زيت برضو تاني اهو اهي اهي. وبعدين بتشطفيها وتغسليها، وبعد كده يعني تشطفيها عادي مفيش مشكله، عايزه تحطيها في الغساله حطيها. انما انا اهو وراكم التجربه عملي اهو لتاني مره. صابون مواعين، صابون بس لازم يكون شفاف، يعني لازم ماده الصابون تبقى شفاف. وحطيت عليها اللتر، حطيت عليه انبوبه بتاع ديت ازازه اكسجين جروح، وحطيت عليه بيكنج باودر. ارجعوا للفيديو السابق انا شرحها بالتفصيل. بصوا بقى، في واحده بعتت لي وقالت لي على حاجه كده انا ما اعرفش اذا كانت هتنفع معايا ولا لا. نيجي مثلا للقلم، عندها مثلا اولاد صغيره مثلا او حاجه، وبتيجي تروح مثلا ايه، هتلاقي قلم، ادي قلم اهو اهو، حطيت اهو زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا اهو، عملت بالقلم. دي عندها اولاد صغيرين وبتشتكي دايما ان هدومهم دايما بتبقى فيها زي اقلام كده اهو. هاخد شويه من الخلطه الجميله بتاعتي دي اهي، حطيت عليه اهي، وبعدين هاخد معلقه بيكنج باودر اهي، زي معلقه شاي مثلا اهو، وهنجرب. يعني انا عن نفسي انا اهو هجربها قدامكم برضو اول مره اعملها. وعندي اي نوع معجون سنان عندك اهو، فاكرين الخلطه اللي انا عملت بيها الكوتشي، هي دي اللي انا هجربها اهو. واروح مقلبه الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده اهو اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. كله اختلط مع بعضه، وهجرب قدامكم، يعني التجربة خير دليل. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا قلت هجرب واشوف. خلي كده الحاجة، وبعدين هروح حط عليها الخلطة بتاعتي دي ونبتدي نشوف هتعمل ايه. وتبتدي تدعكيها كده، او لو عندك فرشه. بصوا اهي، بصوا يا حبايبي بتختفي شويه بشويه. انا عاملاها بالقلم اهو، ودي خلطه القلم اهي. نيجي برضو هي المفروض تقعد فيها مثلا شويه اهو، انا اول مره اعملها اهي. حبيبتي اللي هي بعتت لي اللي عندها اولادها دايما هدومهم بتبقى فيها زي اقلام اهو، انا عملت بالقلم واهو. بصوا اهي طلعت، لا سحر ولا شعوذه اهي. بصي طلعت ازاي. واحيانا كتير جدا ممكن احنا نبقى مثلا ماسكين القلم ولابسين حاجه بيضه حاجه ملونه، امن جدا اهو. بصوا الخلطه بقى الجديده دي بقى، دي تاني خلطه من تكات وصفات دندونه. الحاجات دي اهي، بصوا اهي اهي، انا مش هحطهاش عشان بس تشوفوها اهي. القلم ولا اكنه اتعمل اهو، فيها اهو، سواء بقى يعني في اي حاجه عندك عملت اهو. انا عملتهولك في الابيض عشان ما تقوليش الحكايه والروايه اهو.
الخلطة بتاعتنا الجميلة وحطيت عليها معجون اهو، وحطيت عليها بيكنج باودر اهي. والله البيكنج باودر ديت يعني ليها سحر، مني بس متعوره ايديا عملت اهو. ادي القلم طلعناه، بقعة القلم طلعناها، وانا عملت لكم بالقلم اهو. جربوا الخلطة السحرية بتاعتي دي يا جماعة، جميلة جدا 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 جدا. بصوا اهو، بصوا جمال اهي، طلعت معايا من غير مشطوف، يعني من قبل مشطوف ولا اي حاجة. تقيلة شوية، اصبري عليها شوية في قلب الخلطة اللي انا قلتلك عليها ديت. والمفروض ان انت تعمليها بفرشة، انا عملتها بايدي اهي. بصوا بقت زي الفل. يا ريت لو عجبتك الوصفة تدعيلي دعوة كده حلوة كده من القلب كده، وتشتركي في قناتي، وتعملي متابعة على صفحة تكات وصفات دندونة. انتظروني، الجديد دايما عندي، انا دايما 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 الجديد دايما عندي. بحبكم في الله، انتظروني في فيديو جديد. باي باي.